السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو جديد في قناة يوميات أسماء عدلي. النهاردة جاية أعمل معاكم كيكة الريد فيلفت اللي هي الكيكة الحمراء. لو في ناس ما تعرفهاش، طبعا عاملها بطريقة معينة، طريقة مختلفة تماما. يعني لو جبتي فيديو هتلاقيه مختلف عن اللي أنا هعملها، بس دي طريقة بسيطة جدا وسهلة. وهدخل معاها فراولة، يعني الريد فيلفت الأصلية ممكن ما تحطش معاها الفراولة أصلا، بس أنا هحط معاها فراولة وأقول لك أنا عملت إيه، مقاديري وحاجتي كلها هوريكي خطوه بخطوه وتعمليها زي ما انا بعملها كده. هتطلع معاكي فوق نمره واحد. هو نمره واحد هنشيل دي ملهاش لازمه دي ملهاش اي لازمه، معرفش طلع في الفيديو ليه طبعا احنا ايه بالنسبه للكيك هنحط بالظبط 2 بيضه، ما تحطش اكتر من 2 عشان ما تبقاش زفره، يعني فيها ايه سنه زفاره. 2 بيض. هتحطي نص كوبايه زبده انا مسيحاها او سمنه، او لو عايزه تحطي زيت حطي زي ما انت عايزه. وهنا كوبايه سكر، الافضل ان هو يكون ناعم، مش معمول بودر، لا هو عادي بس ناعم زي ما انت شايفه كده. تمام. يبقى 2 بيضه، كوبايه لبن، كوبايه سكر، نص كوبايه اي ماده دهنيه. وطبعا بنفس الكوبايه ونفس المعيار بتاع اللبن وبتاع السكر هنعمل منه ايه، هنعمل دقيق. هنعمل كام دقيق يا اسماء؟ هنعمل 2.5 دقيق على الكم ده. لو لقيتي العجينه تقيله سنه صغيره معاكي، انت ممكن تزودي معاها ايه، حبه لبن صغيرين، او لو حبه ميه زي ما انت تحبي يعني. وبعدين ما تنسيش بيكنج باودر، ماشي، والفانيليا. دول كده ايه، دي مقادير الكيك بتاعنا. وادي الدقيق اللي هحط منه. حلو كده. انا بعد ما اخلص الكيك هعمل ايه، هحط لها كريمه، ماشي، كريم شانتيه، بس هعمله بطريقه مختلفه شويتين 3 كده، مختلفه، مش كريم شانتيه وخلاص، لا. انا طبعا عندي هنا لون طعام احمر اهو، وعندي كريم شانتيه، جبت كريم شانتيه سايل لان الباقي دي بقت فيها يا دوبك حته صغيره كده بحاجه و20 جنيه. جبت اللي هو السايل ده، اوفر كتير، ماشي. ولون الطعام والفراوله، كان عندي كيس فراوله في الفريزر، رحت مطلعه حطيته في حله وحطيت عليه حبه ميه وكوبايه سكر. هعمله زي فكره المربى شويه، بس طبعا ايه هخليه بوريه زياده، يعني مش هخليه سلقه خفيفه او زي المربى، لا هزود شويه سنه كمان. بعدين هاخد كميه الفراوله، ماشي، هحطها على عجينه الكيك واخد الصوص اسقي بيه الكيكه. وبعدين هبتدي نعمل واحده بواحده بقى ايه الكريم شانتيه وكده، وتبقوا معايا وشوفوا الدنيا فيها ايه. ويلا بينا على اول مقاديرنا، يلا بينا. بصي بقى، بدل ما هعزل الصفار لوحده والبياض لوحده والكلام ده كله، انا هعمل ايه البيض والصفار مع بعض. هو الريد فيلفت المفروض كده، بس انا قلت لكم هعملها لكم بطريقه بسيطه وسهله، واعملوا زيها بجد هتعجبكم. اول حاجه احنا هنحط ايه، هنحط الماده الدهنيه. ادي اهي، عندك زبده سيحي نص كوبايه، زيت، سمنه، على حسب ما انت عايزه يعني، ماشي. وبعدين هنحط ايه بعدها، هنحط السكر. ادي كوبايه السكر مع ايه، مع الزيت، خلاص كده. ونحطه كمان البيض اهو زي ما انتم شايفينه. بس نصيحه مني، اول ما تجيبي البيض لازم تغسليه قبل ما تحطيه في التلاجة يعني. والبيض وانت بتعملي الكيك بالذات لازم يكون بدرجه حراره الغرفه، ما يكونش ساقع جاي من التلاجة، تكوني مطلعاه قبلها بشويه كده. احنا هنضرب ده بقى مع بعض كده، نوسع لنفسينا بس كده شويه. دول لسه وقتهم ما جاش، يبقى ايه نشتغل في ده على طول. طبعا انا بقى كده وصلتها للنتيجه دي. الزبده السايحه مع كوبايه السكر مع كوبايه سوري، مع الاتنين بيض مع السكر مع الزبده، نص كوبايه الزبده. وصلتها للنتيجه دي، بس نسيت احطه، نسيت فعلا احط اللي هي الفانيليا. كنت لازم احط الفانيليا مع البيض، ده معروف بتتحط مع البيض، بس عادي يعني، ما هي لسه ايه، ما بدأناش في حاجه تانية. هرجع اضرب تاني وارجع له. حطيت الفانيليا، هتيجي بقى احط كوبايه اللبن اللي احنا محضرينها دي. ادي كوبايه اللبن اهي. اوعي تحطي اللبن ساقع، اللبن برضو بدرجه حراره الغرفه. نبتدي نقلب. بصوا احنا كده ايه، عملنا السوائل مع
مع بعض. في ناس بتحب تحط الدقيق بعدين تبتدي تحط اللبن، لا انا بحط كل السوائل وابتدي احط الدقيق. قلت كوبايتين دقيق، كوبايتين ونص، تمام. ولازم لازم لازم تنخلي الدقيق، تنخليه عشان لما بيخش له هوا بتبتدي الكيك معاكي ينفش. يلا بينا. ادي يا ست كل ايه الدقيق، هنبتدي ننخل كده. دول كده كوبايتين، لسه في نص كوبايه تانية تتحط اهو زي ما انت شايفه كده، شايفه. بس في حاجه مهمه جدا ممكن تعمليها كمان مع الدقيق، حاجه كويسه. لو انت عايزه تعمليها بالكاكاو بالشوكولاته مثلا، يبقى انت هتعملي ايه؟ هتحطي الكاكاو مع الدقيق. انا هحط البيكنج باودر اهو، انت تحطي البيكنج باودر وتحطي الكاكاو اللي انت عايزه ايه، عايزه تستعمليه في الكيك. بيبقى حلو برده لما بتعمليه بالمنخول يعني اهو. اهي فاضل نص كوبايه دقيق. انا هعمل بالمضرب واشوف هعوز قد ايه. هعوز برضو ايه نص كوبايه الدقيق التانية اهي. بسرعه 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 بسرعه، ماشي. وهبتدي طبعا ايه اعمل بالمضرب كده عشان ايه يتجانس مع بعض، كله يتجانس مع بعض. استنوا نجيب الاسباتشولا. الاسباتشولا دي بتريحني كتير. هي حلوه الاسباتشولا في ايه؟ في انك انت ما بتاخدي الاحرف دي بس بتاخدها كده، متخليش حاجه في الحروف خالص. بعدين بتحسي ايه ان مفيش دقيق باين خالص، تمام كده. وهبتدي احط لون الطعام كده. بتحطي ما تكتريش، شوفي اللي انت عايزاه حطي، وبعدين حبيتي تزودي زودي، وما تنسيش لسه في فراوله تتحط. عايزه بقى اوريكم الشكل ده بيبقى حلو قوي. بصوا الجمال. انا احب المنظر ده بقى، شايفين الجمال؟ بقى كده ايه وصلنا لبعض بهذا القوام الرائع ده زي ما انتم شايفين. وطبعا الدرجه اللي انا عايزاها درجه اللون ده. بصوا اللون ده اللي انا عايزه اوصله. عايزه تغمقي تاني غمقي مفيش مشاكل، بس انا حبيت اعمل ايه اللون. هبتدي بقى ايه اسخن الفرن واحطها في الفرن، بس بعد الفرن ما تدفى على 180 درجه. وما تنسيش حاجه، لسه في فراوله ما اتحطتش. هحط الفراوله طبعا الاول بس مستنيه تبرد خالص، لازم تبرد خالص خالص عشان لو حطيتيها دافيه مع الكيك مع عجينه الكيك. ليه بقى لازم الفراوله تبرد خالص تبقى بارده؟ ولو يعني تطلعها كمان يعني عارفه درجه حراره الغرفه، او لو اسقع كمان حبه مفيش مشاكل. لانك انت لو حطيتيها دافيه مع عجينه الكيك مش هيعلى خالص، مش هيعلى. انت كده بوظتي اللي انت عملتيه، البيكنج باودر والكلام ده كله باظ. فانت ما تحطهاش سخنه، معروفه الحاجات دي بتتحط كلها بدرجه حراره الغرفه، السوائل كلها. فاحنا هنعمل ايه بالنسبه للفراوله؟ طبعا خلاص قربت تبرد خالص، وبعد ما تبرد هاخد قطع الفراوله احطها مع عجينه الكيك، واخد الصوص بس هو اللي هسقي بيه ايه، هسقي بالكيكه. طبعا لو خلصت الكيكه عملتها كده اهو خلاص زي ما انتم شايفين. ولازم تهبديها كده هبدتين عشان لو فيها هوا ولا حاجه تخرجي منها الهوا. طبعا كنت انا بحط فيها قطع فراوله زي ما كنت قايله لكم. طبعا الفراوله لسه ما بردتش خالص، فانا قلت اخليها احطها بقى مع ايه، مع الكريم شانتيه. هحط جزء من الصوص مع الكريم شانتيه واحط الفراوله واضرب الكريم شانتيه معاه. ده اللي انا هحشي بيه الكيك بتاعي. وهبتدي بقى احطها في الفرن دلوقتي، وبعد كده نعمل بقى واحده واحده ايه الكريم شانتيه والفراوله وكده. يلا بينا نحطها في الفرن على 180 درجه، ولازم تسخني الفرن الاول. في الكيكه زي ما انتم شايفين كده. طبعا بردت، استنيتها لما بردت خالص عشان ابتدي اشيل منها ايه. عايزه اقول لكم بصوا هشه، بصوا شكلها، بصوا انا على قريب هشه قوي شايفين. هشيل طبعا منها ايه ورق الزبده ده كده خالص. دي ورق الزبده. شيلي يا اسماء، شيلي يا اسماء. تمام. هحطها كده. طبعا هو المفروض ان انا هقسمها، هحاول اقسمها ماشي وارجع لكم تاني.
ادي احنا قسمناها اهي زي ما انتم شايفين نص ونص. هبتدي طبعا انا ايه اسقيها بالصوص اللي قلت عليه صوص الفراوله، وهنعمل مع بعض الكريم شانتيه. خدت الفراوله اللي انا تلجتها، طبعا انا شلتها من الصوص، انا شلتها من الصوص وخدتها قلت اعملها بالهاند بلندر عشان تبقى ايه هبتدي طبعا ايه اسقيها بالصوص كده اهو. ده الصوص اللي احنا عملناه صوص الفراوله، ما عملناش اي حاجه فيها، لا بس حطينا سكر وحطيناه على النار وطلع ايه بالشكل ده. هنسقيها كده كلها عشان تدي الطعم ايه اللي انا عايزاه كده. وبعد كده هنضرب الكريم شانتيه واخد ايه اخد الفراوله اللي عملتها بالهاند بلندر دي، انا كنت عايزاها تعمل بوريه، فتعمل بوريه خالص خالص عشان في الكريم شانتيه ما تبقاش باينه قوي، بس في نفس الوقت تدي طعم ايه طعم الفراوله كده. انا مش سايبه حته ايه ما فيهاش كده اهو. كده اهو هبتدي بقى اعمل بقى ايه كريم شانتيه وايه وارجع لها تاني. طبعا انا هنا حطيت الكريم شانتيه ماشي على الفراوله البوريه اللي انا عملتها بالهاند بلندر والصوص اللي قلت عليه ماشي. وهبتدي اعمل الكريم شانتيه لحد ما يدي ايه القوام اللي انا عايزاه. ولازم وانا حاطه حاجه ساقعه على فكره، يعني لازم تعملي كريم شانتيه تحطي، ان كنت عملتي بلبن يبقى لبن متلج، عملتي بحاجه بالفواكه تبقى برده ساقعه، ما تحطيهاش دافيه كده، انت كانك ما عملتيش اي حاجه. كده بقى هبتدي احط ايه هبتدي احط الكريم شانتيه اللي عملته بالفراوله اهو كده بالشكل ده. بجد دقته طعمه حلو قوي عشان فراوله فراوله بقى ايه مش صوص فراوله او مثلا حاجه كده صناعيه، لا فراوله عشان فراوله اصل طبيعيه او فريش بمعنى اصح. عطشه الطعم مع الكريم شانتيه فظيع، يعني ده الفراوله مع الكريم شانتيه انت لو حطيتيه في الفريزر بعد ما بتضربيه كده اتفرجي على طعمه هتاكلي ايس كريم فراوله. انا مجربه وفي فيديو انا منزلاه من فتره، عملت ايس كريم، جبت الكريم شانتيه وحطيت كوبايه مانجا تقيله جدا وضربتهم مع بعض وعملت ايس كريم مانجا، وعملت فراوله، وعملت ايه تاني كان في حاجه ثالثه كان نسكافيه، كان بجد في منتهى الجمال. انا كده عملت كده، هحط بقى النص التاني بتاع الكيكه بس بعد ما اشربها كده. انا بقى خلصتها ماشي، وهنبتدي نحط عليها ايه بسيط كده من اللي باقي ده. انا ما كنتش هحط عشان احط لها كفايه الصراحه في النص، بس ايه ده اللي اتبقى بقى. فاعمل بقى ايه طعم الفراوله تحفه بجد، لو دقتوا الكريم شانتيه مع الفراوله تحفه، بس استخسرته الصراحه. هعمله ايه هرميه؟ فلا مش هيترمى، مفيش حاجه عندي تترمى. يتحط بقى كده وكلي بقى بالف هنا وشفا، حاجه حلوه كده بالليل مع كوبايه شاي مش قادره اقول لك. وخدتش معايا حاجه زي ما انتم شايفين، الموضوع سهل جدا عادي، ممكن تفرحي ولادك تفرحي جوزك بحاجه حلوه زي كده. انت لو جبتيها من بره هتجيبيها بكام؟ دلوقتي كل حاجه غاليه، كل حاجه غاليه، فاحنا عايزين نفرح ولادنا بابسط حاجه بحاجات من البيت. ادي يا ستي احلى كيكه تاكليها وبالف هنا وشفا. هبتدي طبعا اقطعها بقى كده، طبعا ولادي ايه هيتجنوا، وخلصي يا ماما خلصي يا ماما، هما بيحبوها قوي قوي قوي. اهي ادي قطعناها وهنقدمها طبعا للولاد. وعايزه اقول لكم بالف هنا وشفا، لو عملتي نفس الطريقه اللي انا قلت عليها دي هتعجبك جدا جدا. ولو وصلتي معايا في الفيديو لحد وقتنا هذا ده لحد التقطيع، عايزاكي بقى ما تنسينيش بلايك، واللي ما اشتركش في القناه يشترك، وعايزه كومنت حلو تحفيزي ان كنت بكبر ولا بعلى، بكبر بيكو بعلى بيكو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في فيديو جديد في قناه يوميات اسماء عبد.